بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير جميعا يا رب. هنا الجمال عدى الكلام. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب نعد عليكم الايام بالخير والصحة، وينجح اولادكم ويصلح حالكم ويهدي بالكم يا رب. يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وينجح اولادنا في الثانوية العامة واولادكم واولاد الجميع يا رب في كل المراحل، اللهم امين. ربنا يعود عليكم الأيام بخير يا رب، واحنا وانتوا السامعين يا رب يكونوا زي الأيام دي على جبل عرفة بإذن الله تعالى. النهاردة هنعمل لكم شوية بسكوت، إنما ايه، اللوز. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حاجة زي العسل. عندي طبعا هنا كميات كبيرة، احنا بنعمل كميات كبيرة في الصعيد هنا، غير البيضة والبيضتين والعشر بيضات والكيلو دقيق والكلام ده، لا ده احنا بنعمل كميات اللهم بارك. وزي ما قلت لكم قبل كده ان الحاجات دي بطلعها اوردرات يعني للناس. هنعمل هنا ان شاء الله المقدار ده بيتقال عليه نص كيلو. عندي 60 بيضة، و2 كيلو لبن، 2 كيلو سمنة، 4 كيلو سكر. وان شاء الله مرة تانية برضه هنعمل لكم مقدار صغير، اللي هو يعني لو حد عايز مثلا مقدار 15 بيضة. وصلنا لغاية 4 كيلو سكر. عندي 420 نشادر، 420 جرام خميرة نشادر، وورقة واحدة بيكنج باودر. وعندي الفانيليا ومية الورد، والعصير اللي هو فروتي ده بتاع البرتقال، بيعمل ريحة يعني زي ريحة البرتقال اللي كنا نجيبوها من عند العطار في جزاير زمان، بس ده بيدي ريحة أقوى يعني، ويمشي زفرة البيض خالص اللهم بارك. طبعا هنكسر البيض كله على جنب، واللبن برضه نجيب كل حاجة جنبنا قريبة كده من جنب الخلاط ونجهزها. دول 2 كيلو لبن، ودول 60 بيضة في الشوب، ولسه لهم باقي في العلبة الصغيرة دي. ونحط الفانيليا على البيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو لسه ما اشتركتيش في قناتي اشتركي بالله عليك، وحط لايك وفعل زر الجرس، هيوصلك كل فيديو بننزله ان شاء الله. يا رب يكرمكم ويرضي خواطركم ويجبر خواطركم جميعا يا رب، ويفرحكم بأولادكم اللهم آمين. هنا بقى ايه، حطيت الشوب الخلاط، هنضرب في الخلاط كل شوية، هنحط من كل حاجة شوية، شوية لبن، شوية سمنة، شوية سكر، وشوية بيض من الشوب ده، يعني من غير عيارات، بس يعني يضربوا كل الخليط يتضرب مع بعض، نضمن ان الخليط كله داب في بعضه. زي ما انتوا شايفين يا حبايب اهو. عفوا. هنضربهم كلهم بنفس الموضوع، بنفس الشكل يعني على الخلاط. طبعا هنقلب ونحط في الطش العجان المجهول اللي احنا هنعجن فيه، اي حاجة عندك هتعجن فيها يعني. صلى على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. وحطوا لي لايك، الله يصلح حالكم يا رب ويرضى عنكم. واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. انا خلاص خلصت الكمية كلها، لا لسه ما خلصتهاش على فكرة. لسه في باقي. هنحط السمنة كلها، 2 كيلو سمنة كلهم، وال4 كيلو سكر، و2 كيلو لبن اهو ما شاء الله تبارك الله. هنجمع لا طالما مسحت الخلاط يبقى انا كده خلصت. صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنا لمينا كل حاجة دي عزكم الله، نرميها في الزبالة في الكيس. هنا دول عندي 10 كيلو دقيق. جبت 10 كيلو دقيق، وزنتهم انا يعني في حياتي ما وزنت بصراحة للبسكوت. هنعملهم بالخبرة يعني، على مر السنين ان انا شغالة لي فترة، هنحس العجينة في ايدي، بس انا وزنتهم عشان نقول لكم يعني ياخدوا قد ايه بالظبط. دول 10 كيلو اللهم بارك. بعد ما خلصت ال10 كيلو لقيت العجينة سايحة في ايدي كده ومش مظبوطة برضه، حطيت كيلو تاني، وبعدها حطيت كيلو تاني. هنحط الدقيق بالتدريج برضه، لان انت لو لسه ما تتعلمي جديد ما ينفعش تحط الكمية كلها وتنشف منك، مش هتلاقي لها حل بعد كده. حط الدقيق بالتدريج وتقلب قليب. البسكويت هتقلب قليب ما يتعجنش. بصي تلف الدقيق لف في الخليط اللي احنا عملناه ده، نرش شوية الدقيق ونلفهم لف ما يتعجنش الدقيق، البسكوت ما يتعجنش يعني، دي معروفة من زمان.
البسكوت ما يتعجنش. بصي يعني مقلب ازاي، يا دوبك تشرب الدقيق في السوائل بس من غير عجن يعني. لمجرد ان تلاقي العجينة خلعت من العجان اللي هتعجني فيه او المجور او الطشت او اي حاجة انت هتعجني فيها يعني، تلاقي العجينة خلعت، يبقى خلاص كده العجينة بقت مظبوطة وزي الفل. العجينة نضفت، المجور اللي هتعجني فيه نضف ايديك نضفت، خلاص يبقى كلها كده تمام. ادي العجينة مظبوطة، اللهم بارك اهو ما شاء الله تبارك الله. هنريحها شوية ونروح ندهن الصجان ونحضر المكنة طبعا، يعني نسيبها ربع ساعة، 10 دقايق ربع ساعة كتير يعني. دهنت الصجان وحضرتهم وربطت المكنة اهو، اللهم بارك. طالع من المكنة ما شاء الله اهو، ما شاء الله تبارك الله. أستاذة بنتي تهاني ما شاء الله عليا، قصهم بالمقص، اللهم بارك. اهو بدأت ندور ونقطع طبعا. انا ما نخليش حد عندي العيال، بس ما نخليش حد من العيال يحط ايده في حاجة، لان الحاجة دي بتحيد ناس وممنوعة على النظافة، فما نضمنش نظافة العيال ايا كان يعني. اهو ما شاء الله تبارك الله. هندورهم بعد ما نعمل رصتين، نولع الفرن، بعد كده نشتغل نحط في الفرن، نلاحظ الفرن برضه يعني ندور ونقطع قدام الفرن. هي الفرن في ظهري على كده وانا قاعدة، حط الطبلية يعني والعجين ده قدام الفرن على كده. اول ما نخلص نعمل رصة او رصتين نروح نشغل الفرن، بعد كده وقبل ما تطلع الرصة نكون عملت غيرها ما شاء الله، اللهم بارك يعني. اهو ما شاء الله نوريها لكم مقصوصة بالمسطرة، اللهم بارك. ما فيش واحد اكبر من التاني ولا واحد اصغر من اخوه، ما شاء الله تبارك الله. هنا ولعت الفرن بعد ما عملت رصتين، هنحطهم بعد كده في الفرن. نعلي الفرن الاول تسخن، بعدين نهديها خالص على نار هادية، لان طبعا ده بسكوت ما شاء الله تبارك الله متمول ومتكلف صح يعني، مش بيستحمل النار. طالع اللهم بارك من الفرن اهو، طالع بيزغرط وبيرقص، اللهم صل على سيدنا محمد. والتسوية مظبوطة والفرن مظبوطة فوق وتحت، اللهم بارك. حاجة ما شاء الله تبارك الله اهو. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. متماسك نفسه وفي نفس الوقت هايش ودايب، اللهم بارك. مقرمش كده وخفيف زي الهوا كده، زي البسكوت الجاهز، اللهم صل على سيدنا محمد. اهو ما شاء الله متماسك، ولما تكسريه هتلاقيه دايب خالص، اللهم بارك. شايفين الجمال؟ صلى على الرسول اللهم بارك عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين الحلاوة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبألف هنا وشفا يا رب على كل اللي داق وأخذ منهم كيلو، يا رب ألف هنا وشفا عليهم. ما شاء الله تبارك الله. طلع عندي الكمية دي، اللهم بارك اهو. المقدار ده طلع كمية، اللهم بارك اهو. ما شاء الله تبارك الله، حاجة زي اللوز، اللهم صل على سيدنا محمد. أنا كان عندي صاجين مليانين هم، غير الصينيتين الكبار دول اللي مليانين. اللهم صل وبارك وسلم وبارك على سيدنا محمد. اشتركوا في القناة وحطوا لايك لو لسه محطتوش، واستنوني ان شاء الله كل يوم فيديو جديد. هنقدم لكم وصفات حلوة، وبإذن الله في أقرب وقت هنعمل لكم مقدار صغنن للي عاوز يعمل يعني، مقدار بحيث ايه اللي عايز يعمل، حد عايز يعمل يعني الكمية قليلة للبيت، هنعمل لكم مقدار ان شاء الله بمقادير مظبوطة يعني. اهو ما شاء الله تبارك الله. صلى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. واستنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.